السلام عليكم. تعالوا النهاردة نعمل حاجة حلوة بسيطة جدا وسهلة وسريعة، يعني لو طفلة صغيرة تعملها لوحدها مفيش أي مشكلة. تعالوا بقى مع بعض واحدة واحدة نشوف عملنا الجمال ده ازاي. الأول هجيب طاسة على النار ما فيهاش أي مادة دهنية واستنى لما تسخن، وبعدين أجيب كمية من السوداني، أي كمية يعني كمية عشوائية، وأفضل بقى أقلب في السوداني لحد ما يتحمص. طبعا السوداني أنا جايباه مش متملح، هقلب كده لحد ريحته معانا ما تظهر. طبعا انا مش عايزاه ياخد اي لون، مجرد كده ريحته ما تظهر تطفي على كده. هجيب حله بقى على النار مليانه يعني تلتها، وبعدين احط بقى طبق فيه الشوكولاته، يعني هسيح الشوكولاته على بخار الميه. احرك الشوكولاته بس كده عشان اساعدها تدوب، وبرضو اي كميه شوكولاته تحبيها، يعني بالنظر كده شويه السوداني هياخدوا قد ايه معانا شوكولاته، بالنظر كده عشوائي تقدريها. الشوكولاته خلاص دابت خالص اهي، هطفي على كده. ما استناش بقى الشوكولاته تبرد وهي سخنه كده، اضيف عليها السوداني واقلبهم في بعض. وبعدين هجيب ورق الترانسفير وابتدي بقى ايه املى الشوكولاته كده بالفراغ اللي موجود فيها اهي. طبعا كان صعب ان انا املى ورق الترانسفير كده بانتظام، علشان السوداني هيبقى ايه لازم الشكل يبقى مفعتش شويه. هو مش مشكله خالص، انا بس يهمني الورقه الصوره المطبوعه على الورقه نفسها بعد الشوكولاته بتجمد بيبقى شكلها حلو قوي. وعموما يعني الخطوه دي زياده، ممكن بدل ورق ترانسفير ممكن تجيبي ورقه زبده وتشكلي عليها بقى الشوكولاته زي ما انت عايزه. هنقل بقى الكلام ده في التلاجة لحد الشوكولاتة معانا ما تمسك نفسها. الشوكولاتة خلاص مسكت نفسها هي وجمدت خالص. نفككها بقى من بعضها، بصوا شكلها. نقسم بقى كل واحدة لوحدها، بصوا شكلها بقى عامل ازاي، حلو قوي. زي ما انتوا شايفين بقى في الفيديو ما خدناش ولا وقت ولا مجهود. عايزه اقول لكم ان السوداني بيدي للشوكولاته طعم حلو قوي. يا رب النهارده الفيديو يكون عجبكم وطريقه الشوكولاته تكون عجبتكم، وما تنسوناش بقى في الاشتراك في القناه.